وجرني فيه إلى الغلوب والفوز بالعلوم
إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد ابتداء الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداح والإطراء أزهد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استغالي بالهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى السفي عين الرسل وبالبنيه وبناني معا ليسمعوا في سريع الأجمع يا بر يا غفور يا حليم إني عمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام أمن هوايا قلل المنام يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الركونا وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيضاء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيدها هنا غريب لرب ذاك ولإخواني أريع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاصد وليسوي الدين بجاه القاسم وليكسف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير الحلال الطيب وخير جيران بحق الطيب وسفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية الحفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا أغربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجر ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبه وليستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اعترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأبدار ونجني والمسلمين من بلاء وتق جسماني في قبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى وتكفي عنا الخينا يا الله يا نذير يا جليل إني حقير مظلم ذليل فلتغنني بك وهب لي الغرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح
وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فهب له توبة واستسلاما وكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي وتكفني أذى جميع العالمين وتكفيهم أذايا يا ربي أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلمي واجعل بنائي بناء الاقتداء وتكفي عني كيد كل ذي اعتداء وتكفني دهر أذى الشيطان وإذ به الباغين في الأوطان وتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد وتصرفا جملة ما يفسد عنه يدي وعمداني سريعا حيث عنه وتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي وأعلني وأعل من يعينني وتكفني جملة ما يعينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بما جاري واجعل ربي مننا معجلة جانبة لمنن معجلة يا حي يا قيوم كل يوم مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بشير وكسر الخيرات هذا البلد ورزقه ولتكفني عنك دين ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس تقبل يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبلدان وشر ما في الأرض طرا وسماء من ظاهر وباطن للقدما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ودورنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباء عليه صل أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أخذ الذي آتانا وترك ما عد لنا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاهه من دعوى وتكفي عنا كذبا ولهوا وتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللعب فإننا وإن تجهرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجعل قلوبنا مع الجوارح
باء من جلال مانعة عليه والآل بأفضل السلام وسبي ومسكني قل يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكسف في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سحاب ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا آل الرفيق ليسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المصفى المقرب والآل والسهب وسهر الرجب جلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان حق النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيدا يعتني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الساق الجماع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء وجاهد لذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاهد لمن إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلبه ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما أنت يموق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيف يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا خي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا رب أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فر أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبي كهدى وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهمي حماية ليكن حسنا حسين عن كل زيناب وسر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مسى إلي بالقدم وسر من يركب ذا سلاح وسر ما يطير ذا جناح وسر من يجلس بالكلام وسر ذي كيح وذي قيام وسر من ينفذ في الوقود وسر ساحر وذي جود بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وأقربا وأسودا واقدا ونافذا وسارقا وعائدا وسائرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف لفظ لا قول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل
كل والد وما ولد وتكفني شر فم وعين وكل من قصدني بالخير ونجني من ظلم كل ظالم وسر كل جاهل وعالم وكل سامع وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل أرسل وكل فاضل وكل قاهر وكل سائل وكل طائر وكل ماسي وكل حامل وكل فاسي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد بشر جن مع الشيطان المريد وشر ذي القرب وشر النائي والحر والبر وشر الماء وسودا لي وأيي أبد وطهر القلب وصحح الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وحليا لي من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزك لبي وافتح ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا ولي حذاقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي الذكر بذكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي واسبني وكن خليلي وعلما لي من لدنك علما حتى أسير راسخا قسما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاذا وفيه مالي لا تزل ملاذا وصفيني قالبا وقلبا ولي هب ترقية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحصر غدا ولا تزل يا غفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراديا وجاذبا ومفسدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومرقفا بكل ما ينفعني وبالتقى وبسلك المسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي وبسلك رب الطريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى سقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آلي وصحبي جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتقب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتورد الأيار من فؤادي وتنقل الأنوار في هادي وتورد الأيار من فؤادي وتنقل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يسلو وتكفني جملة ما يقبه وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكسب والعيان والسعادة وأبلغ الأمة خير المرسلين وفرجا عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم عافي كلهم ونجهم وتب بهم واغفر لهم واجعل يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في كمال واجعل جميع حركاتي لك
حرام ووسب وعمل الكل مقبولا حتى أكون مهتدا مقبولا ومسكن المسكن المباركا وسيرا لي سالكا وناسكا أدعوك أن تجعل دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة الهنادك المريد ومنفعا لكل عاد مسلمين ومرفعا عن كل عاد مجرمين وحجة لمن بالعنف ارتدى وحجة على مخالف الغداء وملبا لطاعة الرجيم ومهربا لطاعة الرجيم ومسلكا لسبل ابتداء ومركا لسبل ابتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفرد خير غيب وسببا لدفع دير غيب وأنت واجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا